مرحبا بكم. أقدم لكم شرح لبرنامج صانع الأفلام من ويندوز لايف. في الدرس السابق قدمت لكم نبذة عن البرنامج وبعض المعلومات المهمة لهذا البرنامج. سأشرح في هذا الدرس جميع الأوامر والأدوات الموجودة في برنامج صانع الأفلام. أولا تبويب هوم أو الصفحة الرئيسية. في هذا التبويب يوجد العديد من الأوامر نستعرضها الآن. أولا الحافظة كليب بورد. توجد 3 أوامر: أمر قص وأمر نسخ وأمر لصق. إضافة أو آد، من هنا يمكنك إضافة ملفات الفيديو والصور والصوت بالإضافة إلى النصوص. أولا أمر add videos and photos، يمكنك إضافة ملفات فيديو وصور. وأمر إضافة ملفات الصوت أو الموسيقى. وأمر التسجيل أو تسجيل مقطع فيديو من خلال كاميرا الانترنت. وأمر سناب شوت أو التقاط صورة، يمكنك من التقاط صورة ثابتة من مقاطع الفيديو. أمر أو مجموعة أوامر خاصة بالنصوص مثل العنوان title وكابشنز. وأيضا يمكنك عمل مقدمة بسيطة من خلال هذه الأوامر. Auto Movie Themes، نسق الفيلم التلقائي لعمل بعض الحركات الانتقالية أو التأثيرات للمشروع بشكل تلقائي. رابعا Editing أو تحرير، يمكن تدوير إلى اليسار، أمر تدوير إلى اليسار وأمر تدوير إلى اليمين. يمكنك تدوير مقطع الفيلم إلى الجهة الذي تريد. وأمر تحديد الكل حينما يكون لديك أكثر من مقطع أو أكثر من صورة، تستخدم Select All أو تحديد الكل. وأمر حذف أو إزالة ملف من المشروع. مشاركة Share، يمكنك مشاركة ملفات الفيديو على موقع اليوتيوب مثلا أو سكاي درايف أو فيسبوك. حفظ الملف Save Movie أو حفظ الفيلم. يوجد العديد من الإعدادات الخاصة لحفظ المشروع. الإعدادات المنصوح بها: أولا يتم حفظ الفيديو بنفس الجودة التي أضيف إلى المشروع وبنفس الأبعاد. كما قلت في درس سابق، يتم حفظ الفيديو بصيغة WMV Windows Media Video. Common Settings أو إعدادات مشتركة أو عامة، يمكن حفظ مشروع الفيلم لعرضه على شاشة التلفاز عالية الدقة أو نسخه على DVD أو حفظه في جهاز الكمبيوتر أو لإرساله عن طريق البريد الإلكتروني. إعدادات الأجهزة المحمولة، يمكن حفظ المشروع بمستويات جودة مختلفة للأجهزة المحمولة مثل مشغلات الفيديو المحمولة وأجهزة الهاتف المحمولة أيضا. كما يمكن عمل إعدادات مخصصة حسب الحاجة. من هنا Create Custom Settings، إعدادات مخصصة. التبويب الثاني وهو Animations، حركات. باستخدام هذا التبويب يمكن إضافة حركات انتقالية وتحديد الفترة أيضا من duration. كما يمكن إضافة العديد من الحركات للتدوير المحوري والتكبير والتصغير. من هنا تبويب Visual Effects، تأثيرات مرئية، يمكنك إضافة أحد هذه التأثيرات على جزء من المشروع أو مشروع الفيلم كامل. أيضا يمكن تعديل مستوى السطوع، من هنا السطوع Brightness. تبويب Project، مشروع، يتم اختيار أبعاد عرض الفيلم، إما قياسي Standard 4:3 أو Wide Screen، شاشة عريضة 16:9، والأفضل شاشة عريضة 16:9. تبويب عرض View، يستخدم هذا التبويب لعرض المشروع مثل أداة التكبير أو التصغير أو الاستعادة Zoom In أو Zoom Out أو Reset. وأيضا Thumbnails، أمر Thumbnails لاختيار طريقة عرض المشروع. طبعا هذا
خاص بالعمل أثناء العمل، أو استعراضه بالتكبير ملء الشاشة preview full screen. تبويب edit أو تحرير. يمكن تحرير مقطع الفيديو باستخدام هذا التبويب. أولا فيديو فاليوم مستوى أو درجة الصوت، هنا لتعديل مستوى الصوت في المقطع. فيد إن يستخدم لرفع مستوى الصوت بشكل تدريجي في البداية. فيد أوت تخفيض مستوى الصوت في النهاية بشكل تدريجي أيضا. سرعة يمكنك من تسريع أو تبطئة المشاهد في مقطع الفيديو، والسرعة الطبيعية وهي 1x. أمر editing أو مجموعة أوامر editing تحرير. هنا مجموعة أوامر تستخدم لقص المشاهد أو فصلها. تبويب options أو خيارات يستخدم لتحرير ملف الصوت. music volume درجة الصوت، يتم رفع أو خفض مستوى الصوت. وأيضا fade in تدريج في رفع مستوى الصوت في البداية، و fade out تدريج في خفض مستوى الصوت في النهاية. أيضا أمر أو مجموعة أوامر editing الخاصة بالصوت، مجموعة أوامر لتحرير ملفات الصوت مثل split تجزئة، وتستخدم لتجزئة الملف الصوتي أو تقسيمه. أيضا لدينا تبويب format أو تنسيق، يستخدم لتنسيق النصوص وإضافة تأثيرات على هذه النصوص من خلال قائمة effects أو تأثيرات. تختار أحد هذه التأثيرات على النصوص. ستلاحظ ظهور أو اختفاء بعض التبويبات بشكل تلقائي، حيث يتم تفعيل هذا التبويب عند إضافة عنصر ما إلى البرنامج، مثل تبويب تنسيق، فحينما نضغط على مقطع الفيديو يختفي التبويب. وهكذا طبعا بالنسبة لملف أو تبويب options الخاص بالصوت. كان هذا شرح لبرنامج صانع الأفلام Windows Live Movie Maker. شكرا على المتابعة، وأرجو الاشتراك في القناة. انتظروني في درس قادم إن شاء الله، وفي أمان الله.